فقدان المواد الأساسية في الأسواق التونسية، حديث وسائل الإعلام وحديث وسائل التواصل الاجتماعي وكثرة الإشاعات، كثر الكلام والمواطن ما عادش يفرق بين الحقيقة والإشاعة. هل السكر الجزائري وصل لتونس ولا لا؟ بأي كمية؟ هل سيضخ في المغازات وفي المحلات العمومية ولا؟ كلام قاعد يتقال واحنا نحاولوا باش نجيبوا الحقيقة. احنا موجودين في الديوان التونسي للتجارة باش نحاولوا نتقصاو ونتحراو في الموضوع. سي سامي بوعزيز، انت اطار في الديوان التونسي للتجارة، كلام برشا على السكر الجزائري. 20,000 طن وصلت ما وصلتش باش توصل، مجرد إشاعة، ولو أنه الإشاعة مدحوظة من البداية. اللي ورانا السكر الأبيض الجزائري والكمية اللي قاعدة تعبي في السكر الجزائري وتضخ الآن في المساحات الكبرى. 20,000 طن من الجزائر هذوما ما يوصلوش فرد وقت، هذوما مش يجيو بشويه بشويه، معناها على مده تقريبا 10 ايام، في حدود 2000 طن في النهار. بدينا احنا البارح وقع تسريح 30 شاحنه وبدات توصل الكميات بشويه بشويه، وعندنا العقد هذا فيه 20,000 طناطه، مش قاعدين نزودوا 30 شاحنه يوميا، كل شاحنه فيها 25 طن. تباعا مع الوقت مش نوصلوا من حتى ل 60 شاحنه يوميا، والكميه ذي تقريبا في ظرف 10 ايام تنجم تكون موجوده عندنا. ومع هذا مش نربطوا زاد، فما عندنا باخره تصل الميناء بنزرت